ازاي تخلي كلبك حارس شرس يقدر يحمي نفسه ويقدر يحرس مكانه. ده هيبقى معانا مفاجأة في الحلقة. كسب عايز. هنعمل تطبيق عملي لتدريبات الحراسة مع الكلاب، نشوف مستوى بيجا وبويكا وصلوا لفين، وهنخليهم يتعرضوا لمواجهة مباشرة مع شخص غريب ونشوفهم هيتصرفوا ازاي، وهنشوف جزء من اجتماعيات الكلاب والمواقف اللي ممكن تتعرض لها وتتصرف فيها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من كوكب مستر هوجو. كل سنة وانتم طيبين الأول، ورمضان كريم، وكل سنة يا رب كل العالم بخير وسلام. ضحكوا علينا زمان في المدارس وفهمونا إن الحيوانات عموما مش بس الكلاب كائن غير عاقل، والكلام ده لا يمت للحقيقة بأي صلة. ربنا قال أمم أمثالكم، وهم قالوا لنا غير عاقل، فابتدينا نتعامل معاه على إنه غير عاقل. هوري لك في حلقة النهاردة هو عاقل ولا مش عاقل. وقبل ما نبدأ حلقتنا ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات وتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حلقة النهاردة مميزة، هنبتديها مع بعض بإن أنا هوريكم شوية سلوكيات واجتماعيات بين كلابي ناس كتير كانت فاهماهم غلط. ده مهم قوي تشوفه. النص التاني من الحلقة يكون كابتن عيسى جالنا إن شاء الله، هنشوف جزء مهم قوي عن تدريبات الحراسة، وخليك متابع، الحلقة مهمة جدا. يلا نبدأ الحلقة. بدأت اليوم كنت عايز أخلي بيجا تتعلم تعض حاجات جديدة، وعايز أعلي مستواها وكفاءتها في العض. بدأت أعلمها على عجلة الموتوسيكل، دي كانت بتاعت ميكا، وبدأت أخليها تطاردها زي ما أنت شفت في الأول لحد ما بدأت تمسكها زي ما احنا شايفين. وبدأت أكافئها وأخليها تحب العض في أي حاجة بقول لها عليها تعضها، ودي حاجة مهمة قوي هنحتاجها قدام شوية. خليك مؤدب معاه هوجو، عامل عليك سلوك يا اسطى. ايوه كده، جيب بول شاطر يا هوجو. ايوه كده، خليك مؤدب بالراحه. وفي المواقف اللي زي كده التدخلات المهمة والتوجيهات المهمة اللي انت لازم تعملها مع كلابك، مش ان انت تزعق او تبتدي تعنف كلب مع التاني فتبتدي تحصل كوارث، كلب يسخن على كلب يبتدي يعضه جامد. لو احنا شايفين بويكا هو بيعلن الخضوع للألفة بتاع القطيع بتاعه، وفي نفس الوقت الكلب مش قلقان، وهوري لك دوت على سلوك الكلب لما يقوم. احنا وصلنا مع هوجو لمرحلة العقل الشديد في كل التصرفات، لان هو عايش معايا، فانا بحاول اوجهه دايما وطول الوقت، ودوت المطلوب تعمله مع كلبك، تتواصل معاه وتوجهه في كل المواقف. هو مش هيتعلم موقف لوحده، ولو سبته هنا يتصرف بالغريزة الموضوع مش هيبقى احسن حاجة خالص. ودي لغة الكلاب واجتماعيات الكلاب مع بعض. يعني ما الكلب الصغير بيحترم الكلب الكبير، وكل كلب عارف قوة التاني وبيحترمها، وهم أمم أمثالكم. هوجو مصمم يثبت بويكا، وبيجا اللي مسخنة الدنيا، وهوريكم ده بيحصل ازاي عملي. سيبك منه بقى هوجو، هات الكورة. آخر 5 دقايق في الحلقة أنا مجمع لك فيهم كل الكواليس والأحداث المثيرة مع بعض. ان شاء الله، وانا اللي فاكر نفسي بخبي الحاجات على الشباك. هوجو بص بويكا الضعيف ده هوريه لك بصورة تانية خالص في آخر الحلقة. هاتها في ايدي. احنا هنا بدأنا ناخد تركيز الكلاب كلها في حتة تانية، ونحاول نخليهم يتعاملوا مع بعض بشكل طبيعي. يلا هي جيب بوي. زي ما احنا شايفين بويكا بيتحرك عادي جدا، الموضوع ما اثرش عليه باي حاجة. زي ما قلت لكم ودي لغة الكلاب مع بعض، بيبقى فيها تدريب وبيبقى فيها اختبار وبيبقى فيها تعليم وبيبقى فيها قصة كبيرة، بس احنا للأسف ما بنحاولش نتواصل معهم بالشكل الكافي علشان نقدر نوجههم بطريقة سليمة. بويكا الحمد لله بدأ يفوق، هوريهولكوا كمان شوية في مستوى مميز قوي في الحراسة. ما تروحش في حتة، الحلقة ما بدأتش. هو وهوجو بيحاولوا يعملوا مؤامرة على بيجا، تسكت كيدهن عظيم. سخنت هوجو خليته يحاول يثبته، لا ولسه هتعمل كده كتير. هي السبب في 3/4 اللي بيحصل. بص هنا بويكا لسه هو اللي بينكش بيجا، فهتعمل ايه؟ هتوقعه في شر اعماله. هو بدأ يسيطر عليها وابتدى يوريها ان هو فارس احلامها ما شاء الله، فكل لما تلاقيه ابتدى يشد حيله تقوم عامله فيه كده بس، ومش هيعمل له اي حاجه. هو مش عايز يتخانق معاه ولا عايز يضربه، هو عايز بس يحدد له الاقامه، يعرفه حدوده فين والحد فين وتصرفاته ايه. فانا قلت له يا هوجو سيبك من الكلام ده وروح هات لي الكوره. راح جاب لي الكوره تاني. هنبتدي نخلي بيجا تبقى اخشن من كده شويتين، علشان هرمونات الانوثه هي تقريبا داخله على فتره الحيض او فتره البريود، فاحنا هنبتدي نخليها تتعرض لاحداث مباشره النهارده في الجزء الثاني من الحلقه، وهنشوف بويكا بالمره عمل ايه. بس قبل ما هيجي عيسى، ودي مفاجاه الحلقه اللي انا كنت قايل لكم عليها في الاول، هنبتدي نعرف الكلاب شويه حاجات كده، هنشوف منها جزء قبل ما يجي عيسى. لو عرفت هنا بيجا بتعمل ايه وبتطلب من هوجو ايه، يعني هيبقى ليك عندي هدية.
ايوه عايزه ايه برضو؟ هي هنا بتقول للهوجو انا طلبت منك تسكت الواد بويكا عشان نلعب بالكوره. فهوجو بصلي ولقى بويكا بيرخم عليها تاني، فهي راحت تطلب الكوره منه تاني. عايزك تتوقع من اللي انت شفته لما هنشتغل حراسه مين هيبقى اشرس واقوى، بيجا ولا بويكا؟ اكتب لي في الكومنتات. وبص بقى المعلم الحبيب بويكا هيعمل ايه بقى دلوقتي بمنتهى الصياعة، هيجيب لحبيبته الكورة ازاي، او اللي بيحاول يعني تبقى حبيبته. شفتوا اللفة دي؟ وهو بيتقرب لهوجو وبيتودد له بيعرفه ان انت يا باشا الريس. فانا قلت لهوجو روح هات الكورة بره. الموضوع مش هيخلص على كده. بص رد فعل هوجو في اول لقاء ليه، هو ده اللي حصل. انا اتصرفت زي ما انت شفت، لازم تتصرف بهدوء. الكلب اعلن خضوعه وراح مشي بعيد. بص هنبتدي نكسر حاجز الخوف دوت ازاي عشان ما نأثرش على الكلب الصغير بالسلب، وعلشان نخلي الكلب الكبير اهدى. بدأت انده لبويكا واخليه يكسر الحاجز. الكلاب في لغة بينها اسمها لغة الحدود او المسافات، فبخليه يحاول يعدي من قدام هوجو ولف من ورايا. فندهت له تاني وهوسع له مكاننا علشان يبتدي يعدي، وببص لهوجو بصات تطمنه. ودي حالة بويكا الصحية حاليا زي ما انت شايف. عامل ازاي؟ مش عايز بس. بالمناسبة بويكا عايش مع هوجو ومتسابين مع بعض كليا بقالهم اكتر من 15-20 يوم. الموضوع بيحصل فيه فرض سيطرة في اوقات معينة كده، اجتماعيات كلاب. احنا كل ده مستنيين عيسى، شكله هيجي لما الدنيا تليل. فعلى ما يجي عيسى انا هبتدي اعرف بويكا على الدراع، ومش هعمل كده مع بيجا، هخليها تتعرف عليه من خلال كابتن عيسى لما يجي، لان انا عايز بيجا تبتدي تتعرض لمواقف من اشخاص غريبة تماما ما شافتهمش. يلا هنبدأ نعرف بويكا الدراع ونعلمه ازاي يعضه صح عضة كاملة، وهنأكد الكلام دوت لما عيسى يجي. مش عارف عيسى خلاص هيجي امتى، الدنيا تقريبا زي ما انتم شايفين خلاص المغرب بيأذ. كلب خلاص عرف الدراع وابتديت اكافئه، وعيسى كان جه وانا طلعت الدراع العربية بره. اول لما عيسى جه دخل على الكلبة دخلة مباشرة من غير اي حاجة، وده كان رد فعلها. طلبت منه ان هو يدخل تاني زي ما انتم شايفين لاني ملحقتش اشوف. الكلبة المرة دي سمعت صوتي وشافتني فحاولت تجيني، فاول لما كافئتها خدنا النتيجة دي. هيبدأ كابتن عيسى يدخل على الكلبة بالدراع اللي هي أول مرة تشوفه، ما شفتوش غير من شوية وهو بويكا بيعضه، إنما هي لسه ما تعاملتش معاه خالص. إزاي هنخلي الكلبة تبتدي تحب الدراع وتعضه؟ هوريكم الموضوع بالترتيب دلوقتي مع كابتن عيسى. هو دلوقتي بيتحاول يحرك قدامها بسرعة معينة، وأول لمسة لها للدراع سابه لها كنوع من أنواع المكافأة. هنا بدأ يعرضوا عليها، ودي كانت الغلطة الوحيدة. مفيش كلب عمره هيعض لما تعرض عليه الدراع. احنا لازم بنعلي غريزة المطاردة زي ما احنا بنعمل. وهنا كابتن عيسى بدأ يخش يوجه الكلبة اكتر علشان يفوقها، وهي اشتغلت ما شاء الله. بيجا بتعض اكتر مش على الادوات، هي بتعض اكتر على الاشخاص. وهنا انا كنت عايز اعلمها ازاي تعض الادوات عشان نبتدي نوجه العضة الصح، عشان هي بتعض في كل حتة. هي مش سامحة بوجوده خالص زي ما احنا شايفين، واحنا هنا هنحتال عليها عشان نحاول نخليها تعض الدراع بطريقة افضل. التأثير اللمسي اللي كابتن عيسى بيعمله مدروس، فما تحاولش تقلده عشان لمسة غلط هتبوظ الكلب خالص. هنا خدت الدراع احسن وهنحاول ناخد نتيجة احسن. خليكم متابعين معانا، احنا لسه في الاول، وبيجا بشخصية وبويكا كمان شوية بشخصية. الحلقة لسه ما بدأتش. لف عليها عيسى، لف عليها، خليها تروح الناحية التانية وغفلها تغفيلة حقيقية. خد منها الدراع. بيجا جود، بيجا جارد، جود جيرل، برافو يا بيجا. هنا التشجيع الايجابي عنصر مهم قوي، لازم تحطه في الميعاد المناسب بالظبط، ودوت اللي هيدينا النتائج اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي قدام شويه على اكتر من حاجه. يلا عيسى، بيجا جارد، جود، سيب برافو يا بيجا. لسه في اكتر بكتير. ايوه كده، هي دي السرقه اللي انا قصدي عليها. يلا بيجا. بص عايز حاول تاخد العضه الناحيه دي عشان تركيز الكلبه وحماسها بدأ يزيد، وده المطلوب. ما شاء الله المره دي العضه احسن بكتير.
عيسى ابتدى يزود حماس الكلبة ويزود غريزة المطاردة بانه يتحرك لها بسرعة عشان ياخد النتيجة. عايزين بقى نخليها تعض الدراع وهو ملبوس، يعني كأنه دراع مش كأنه طنج. كابتن عيسى برافو يا بيجا. بيجا جود جارد. البسوا عيسى. اول محاولة هي حاولت بس ما عرفتش، ما عضتش بالطريقة المظبوطة، فهنا كان لازم اكافئها كويس عشان الموضوع ما يجيش معايا بسلبية. وبعد كده هناخد منها العضة دي. ما شاء الله عليها، الكلبة دي تقريبا اول عضة في حياتها على الدراع ملبوس في المكان السليم. لسه ما خلصناش مع بيجا، لسه بدري. هوريك حاجات هتفيدك جدا وهتعجبك جدا ان شاء الله. وبص الكلبة بتحمي حاجتها ازاي. بيجا جارد. طيب حلو قوي ده. اخر واحده وبعد كده هنعمل حاجه تانية. يلا بيجا. برافو يا بيجو، الله ينور. تعالوا بقى نعمل معاه السيناريو كامل، وعايزك تتوقع في الكومنتات النتيجة هتبقى عاملة ازاي. جارد يا بنت اسد، الله اكبر. لو الكلب وصل معاك لمرحلة ان هو بياخد الحاجة اللي انت بتدخل عليه بيها، ودايما زي ما بقولك ركز ان لمسة غلط تبوظ الكلب تماما، فلازم دوت يبقى عن طريق حد عارف هو بيعمل ايه، مش حد بيألف. اللمسة دي بطريقة سليمة غير مؤذية تخلي الكلب يطلع لقدام قوي، بطريقة خاطئة تخلي الكلب جبان جدا. دايما خلي تركيز الكلب اول لما يمسك منك الحاجة ان هو يشتغل بعد كده على اوردر جارد، يعني اوردر بايت، او ان هو يعض يجارد، ان هو على طول ينتقل انه يحمل حاجة، وقبل ما يفكر يحمل حاجة يحمي نفسه. والموضوع مش بكتر اللمس، لمسة واحدة صح كفاية قوي. بس خلاص كأنك حد من اللي بيقابلوا الناس. تعالوا نشوف رد فعل بيجا مع السيناريو الجديد اللي هنعمله ده. جود جارد يا بيجا. لا عايزك تلطف مع اكتر بس يا هوجو، لطف مع اكتر. بيجا كيب جارد. جود جارد يا بيجا. احنا هنا بنعلم الكلبة فقدان الثقة الكلي في الناس الغريبة، وان هي ممكن تبقى مصدر خطر. وهنعلمها دلوقتي درس في ان هي ما تديش ظهرها. احنا ادينا لها فكرة عنه من شوية، هوريكم هنأكد على المعلومة ازاي. وفي نفس الوقت انا ببتدي اوجهها في الثانية المناسبة واللحظة المناسبة انها لازم تركز ولازم تهاجم، وان في خطر محتمل ممكن يهاجمها. التدخلات دي هي اساس التدريب السليم. بص هنا ابتدت تقف بظهرها، عيسى ابتدى يلمسها لمسات مظبوطة. بص الكلبة اتكلمت، قالت له تبا لك. يعني تفتكر هي لو بتتكلم زينا كانت قالت له ايه؟ بعد المسكة اللي مسكها لها هي فعلا عايزة تعوره. برافو يا بيجو، جود. لو قفشت دراعك هتعورها. بص هنا كده كانت هتعمل ايه؟ الله اكبر. تعالوا بقى نقفل الموضوع مع بيجا، ناخد منها احسن نتيجة في التشغيلة بتاعت انها اتعلمت تعض الدراع وتحميه. وبعد كده اطلع لكم المعلم بويكا سريعا، لان بويكا الفترة اللي جاية ليه حلقات، فانت لازم تتابع. برافو يا بيجا. بص الكلبة ابتدت تمسك بأطراف سنانها، ومش هو ده اللي أنا عايزه منها دلوقتي خالص. لا خليها تملى يا كوتش. اسرع على طول على طول على طول، مش هتاخد بالها. ايوه عايز واحدة ملو بقى، ملو. أنا عايز العضة المظبوطة، فاتفقت مع كابتن عيسى هنعمل إيه. هي دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فول بايت في اللحظة المناسبة. كابتن عيسى ساب الدراع باحترافية كاملة. ونطلع بويكا بقى ونشوف إيه اللي هيحصل. ما تقولوش اي حاجه، هنسيبه براحته. بويكا برضه هيطلع كلب دماغه شغاله ما شاء الله. اول لما طلع بيشوف الدراع وعيسى بيسالني على اسمه، الكلب راح لف حواليه بيأمن كل حاجه، عرف يحف مين اللي في الدراع، طلع عمل كده على طول. بيقعد؟ لا والله انا كنت فاكر عضته لسه ضعيفه، بس ده اللي حصل. بويكا كيب جارد. ايوه انت فاكرني بهزر. طبعا ما عرفتش اصور لكم بويكا قوي، بس زي ما انتم شايفين هو الكلب مش سامح، ولو سبته هيعض عيسى بجد، فما عرفتش اصور لبويكا حاجات كتير. هنصور له الايام الجايه حلقات قويه جدا. تعالوا نلبس عيسى الدراع ونخليه يدي بويكا عضه ولا حاجه. بويكا مش سامح له باي وضع بالدراع، من غير الدراع الكلب هيعض الدراع، هيعض الشخص، وهيعض كل حاجه. لو
اهم حاجه انا عايز الفول بايت، ركز مع الفول بايت، ركز مع ان الكلب يملى، كل لما يفضي مليه، كل لما يفضي يملى. ده يعني الكلب يعض بسنانه من جوه مش من طرف سنانه، ده معنى الفول بايت. وعرفت إيه اللي خلى بويكا الكلب الضعيف قوي اللي ما كانش قادر يتحرك وخايف وصاحبه جايبه بيصوت. يبقى كده ليك عندي هدية حرفيا. زي ما احنا شايفين الكلب عضته بقت اقوى بكتير ما شاء الله، وخليناه يحكم السيطرة على الفول بايت. عيسى مستوى الكلب برضه طمعه كالعادة، فابتدى عايز يعمل معاه اكشن بقى من بتاعنا. يعني مش عايزك تتحمس ان هو الكلب ضعيف قوي. كسب عيسى، كسب امسكه. بيقول لك كسب ازاي يمسك الكلب، عيسى خايف خايف الكلب يعض. تمسكه، خايف تسيب الدراع. ممكن بص اهو. بويكا انا لو سبته في اي وقت هيعمل كارثة وهيعض عيسى بجد، والكلب عضته بقت اقوى وعيسى مش عارف يخلي الكلب يبقى لطيف معاه. فتعالوا نربط الكلب ونسمع رأي عيسى في الكلاب، واخليه يقول لكم شوية معلومات من وجهة نظره انا برضه. اربطه لك عشان نعرف نصور. كابتن عيسى منورني. ايه رايك في بويكا؟ ايه رايك في... افتكرت حوار المقشة، فتعالوا نجربه مع عيسى نشوف الكلب يعمل معاه ايه. بصوا يا جماعه، احنا كلب المقشه هنشوف عليه المقشه. بويكا ما شاء الله كنتيجة مبدئية مفيش أي قلق، الكلب رايح بينفذ فعليا وبيمسك، مش خايف ومش هيسيب. الكلب أول مرة يشوفه في حياته. وعلى فكره انا جاي مخصوص والله عشان خاطر اشوفه أصلا يعني. علي صوتك طبعا عشان يبان. الخيال ده لا، انا جاي مخصوص عشان اشوفه. أنت جاي عشان تشوف بويكا؟ حرفيا ميته. أيوه. واحد العظام وهي رميم حرفيا. استنى أجيب بويكا، انا النية والنقل لله اللي انا جاي له. انت جاي البويكا؟ اه والله انا جاي اشوف حضرتك. طب جاي له ليه؟ مبدئياً، لا ما بص يا باشا، احنا كنا فين وبقينا فين من ناحية من ناحيه كل حاجه صحيا، تدريبيا، أيوة. حرفيا. دلوقتي يلا نجرب اهو، دخلنا عملنا كده. حاول تلطف معاه. انا بلعب لا لطف طبيعي اهو، والله تمام؟ يقتله. مش مستنيين. ما شاء الله عليك يا بويكا. فاحنا بص، هو بس عيسى بيبص له مجرد البصة كده. بقول لك يا كابتن عيسى، تتوقع من كلب جاي وزنه 13 كيلو وبقاله عندنا دلوقتي حوالي 17 يوم، تمام. اول 13 يوم فيهم اسهال مزمن، كلب وزنه تمن وزنه ما كانش قادر يقف. انا خليتك تجربه تعمله تيست في الحراسه، كمان شويه اوري لك مستوى الكلب في الطاعه. قول لي هل الكلام ده منطقي انه يحصل مع كلب بالحاله دي؟ اللي انا شايفه بالنسبه للحاله اللي انا شايفها دلوقتي، الحاله بص الصحيه حضرتك، بالظبط. تعالى عليه كده كوقفه زي كده. هو كان بيتجرجر، ممكن الناس بتربي لاول مره، فبالنسبه لك كلب كويس طالما بينبح وبيهوى وبتاع والكلام. بالظبط، الكلب هو كويس. صاحبه اتعامل بحسن نيه بس اذى الكلب جامد. تمام. فانا وغير بنصح كلب انا سميته كلب المقشه ليه؟ كلب اول مره شاف المقشه عمل ايه؟ عمل حمام على نفسه وجري استخبى جوه المخزن، ما كانش عايز يطلع لحد اخر اليوم. ده مجرد انه شافني بنضف بالمقشه. وهنا سالت عيسى على بيجا تحديد الكلبه ايه رايه فيها. حاولت ان انا امسكها الدراع، ما هي عمرها ما عدت الدراع، بس عشان نبقى متفقين يا كوتش. تمام. لا هي رمت الدراع، الهدف الشخص. وتفتكر طب لو مسكتك انت هتعضك بجد ولا هتهزر معاك؟ دي هتفرتك مش هتعض. هتعض وهتسمع. ايوه هتعض انت سمعت صوت وهتسمع. سنانها؟ الله اكبر، ده دي قصه ثانيه. طيب انا مسكت هو الهيل. شفت تمام. انت شفت قبل كده ماشي. هيل بتتقال ما بالكلمه هو من غير اي هيل، حركه؟ ما هو بص حضرتك، الكلبه بعد ما خلصنا الشغل عاوزه تشرب ميه، ايوه راحت على طبق الميه. مجرد ما حضرتك قلت هيل كانت جت على الشمال، عملت فوكس، خلاص اي ده انا هوري كونتاكت لك الفوكس ده في يوم حرفيا. بالنهار. الكلبه اصلا انت دلوقتي خطر وجديد عليها، فانت مصدر توتر، وبيجي كانت الكلبه قلوقه وبتخاف، فانا ما رضيتش اضغط عليها في الطاعه قدامك. الزياره الجايه ان شاء الله لما كابتن عيسى يا شباب يجي يورينا، خليه هو بقى يصورني وانا بعرض لكم بيجا في الطاعه بقت عامله ازاي. بصينا لقينا بويكا قاعد مركز مع عيسى كده نفسه ياخد عضة، فتعالوا نعمل معاه سيناريو تاني ونشوف تصرف الكلب ورد فعله هيبقى ازاي. الكلب ما تبصلوش مش عايزك تنكشه. ايوه لا عدي الناحيه الثانيه يا كوتش بعد اذنك، اوصل لحد اخر الجنين. اتجاهله. ايوه ما تبصوش خالص. بويكا حرفيا لو مسك واخدين بالكم؟ اي حاجة هيعمل فيها كده. بس كده ما احنا شاء مش الله هنتكلم مشروع كتير. بطل الكلب وكلب بيتكلم حارس عن قوي نفسه. جدا. ان شاء الله يا جماعه انا هعمل لكم انا وعيسى، احنا لسه قاعدين بنظبط الموضوع، ممكن نعمل لكم قسم كامل عن الحراسه في رمضان، هيبقى ضيفي في الموضوع كله كابتن عيسى. اكتبوا لي في الكومنتات قولوا لي لو حبيتوا الموضوع، هو بس عشان هو بيته بعيد عني قوي، شجعوه عشان يجي. هوريكم حاجات اقسم بالله
اول مره حصريا تتقال على اي شاشه خلقها ربنا. النهارده ما وريتلكش ولا كلب مستواه عامل ازاي في الطاعه، ان شاء الله دي هوريها لكم في الحلقه الجايه. هوري لك مستوى بيجا وصل لحد فين، ومستوى بويكا. الحمد لله الكلب العلاج بدا يجيب معاه نتيجه كويسه قوي قوي قوي. الحمد لله ابتدينا نحط رجلنا على الطريق، فاتمنى ان نشوف بويكا يرجع كلب طبيعي وكلب قوي. متابع حلقات بويكا اللي جايه، وخليك متابع هنوصل مع بيجا لحد فين. كان معانا النهارده هوجو وبويكا وبيجا، وانا مدحت الحسيني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.